یک جوان جنن کو گلکی چالاک بود دوی دما خدا بری دوی دما خدا و یک هوالا یه گربوهشت یه شهید ما مشالتمو کو دمک درش پیگوا کار کرنا هفین اوسیا و گمان و خانمه وجنه ده جانا خوشی پشتی کوه ويرا بونا خوا و چالاکیا خوا کو کتنا زندانی داد قال سويراتاسي و دهجن از بهوال دکم دهجن بون کو کتنا زندانی دا دویده دا خباتا خو بردوام دکن پشتی ویجی خباتا خو بردوام دکن از هیویدارم خباتا سوریا جوانجی به پارنامینه حرفین فرمو عبارة بخير بيه دنيا وقتف خوش بنو حبي دار نمروجك آزادية القال هف دي صاب هف دبينن الولات آزادية سوري ببورن دسبيكي ازي قلتنا خو بعربي بدم اجبر از باورم قالك جو عربي تزانن وهبال ما هجاج هبال ما ريبون هم سوري ده البدح حاضرن اجبو او زمان عربي تزانن جولي جت خوازم قلتنا بعربي بيه. أيها الحضور الكريم، اليوم وبعد مرور أكثر من سنة ونصف على ثورة الشعب السوري ضد الظلم والاستبداد، إن اللسان يعجز عن وصف حالة سوريا بما تعانيها من هول الأحداث من مجازر وانتهاكات لكل المعاني الإنسانية، وأن الكلمات لعاجزة عن إتيان الحق لما يجري في سوريا. فلا يسعنا أن نقول الرحمة لشهداء سوريا، الرحمة لروح مشعل، وإنما الأجدر أن نقول الرحمة بسوريا الجريحة، سوريا الشهيدة. أعزائي الحضور، ليس بمقدورنا أن ننتزع عن شهيد الكلمة الحرة حقه، كما ليس بمقدورنا أن نكسبه لقبا لربما لا تنصفه. مشعل كان شهيد الحق والكلمة الحرة وصاحب قضية وطنية، وهذا ما كان جليا بخطاباته وكتاباته من خلال تركيزه على الوحدة الوطنية، على الوطن سوريا لكل السوريين. قلت فلن نكون أجدر بتاريخ سوريا بل وتاريخ المنطقة أكثر إنصافا لشخص مثل مشعل. هذا ما حرم منه مشعل بعد اغتياله، فكان له الاغتيال الثاني. فبدل أن تكون شخصية إن لم تزك بخصال ما كان له فيها شيئا، فعلى الأقل أن لا حق وموقف حر يدفع حياته ثمنا، وهذا ما نراه يوميا من خلال العشرات من الشهداء في سوريا هنا وهناك بين ربوع سوريا عامة. فالحق والحرية ليس لهما طريق واحدة، وإنما كالشمس التي تسطع وتنير الدروب كلها وللناس كافة، تجلي ليلا وغشاوة عن أعين من لا يرى الوطن قضية. فاتركوا أيها المتحذلقون مشعل للتاريخ، فهو أنصف وأعدل من أن يكرمه ويضعه في مكانه المناسب بين عظماء سطروا صفحات من تاريخ بلدهم بدمائهم، يتذكر أفضالهم أجيالا قادمة طاهرة من رجس النزوات البشرية التي تجعل من أمثال مشعل سلالم يعتقدون بأنهم متسلقوها، وهم ينسون بأن كل امرئ ما هو إلا ابن أفعاله فحسب. أريد أن أتذكر اليوم مشعل الثائر على الكلمة والهاوي المغامر في بقايا الشعر، عندما قال لي في إحدى كتاباته من السجن: ورغم عشق المتصوف لربه قررت أن أمنع كل طقوس الأديان لأحفظ روحي من تشوهات رائحة الإنسان. وأعتقد أن هذه المقولة تلخص الكثير من المعاني والعبر. علنا نتذكر الخير بمشعل، لا أن نتذكر مشعلا بخير. وشكرا لحسن استماعكم.